بيبص جحا لقى واحد عملاق ضخم جدا طويل جدا جدا، وماسك في ايديه نخلة عاملها عصاية وماشي بيها. استغرب جحا وقال يا سبحان الله، المخلوق ده طويل جدا جدا وكبير وضخم، وماسك النخلة الطويلة جدا في ايده وكأنها عصاية صغيرة وماشي بيها. فجأة بيجي واحد عملاق تاني أكبر منه وأضخم منه ويقول له ايه ده، انت هنا معاك الإبرة بتاعت أمك وهي بتدور عليها؟ هات إبرة الخياطة دي. ايه ده، انت ماسك إبرة الخياطة وعاملها عصاية؟ خد منه النخلة الطويلة وراح اداها لأمه. أمه قعدت تخيط العباية بتاعة جوزها العملاق الكبير. جوزها العملاق الكبير أكبر منهم كلهم وأطول منهم وأضخم منهم. دخل وكان على ايديه في 10 جمال باركين وقاعدين. راح وقال لها انت ليه ما اكلتيش الكتاكيت؟ بصت له وقالت له اصل ابرة الخياطة كانت ضايعة وانا كنت بدور عليها، اتاري ابنك واخدها. الست وهي قاعدة لقت ابنها جاي يقول لها يا ماما، ما شفتيش الجبل اللي انا كنت بلعب بيه؟ ردت وقالت له مش عارفة، شوف كده لحسان يكون اخوك وهو بيلعب بالجبل يكون بلعه ولا كله. دخل اخوها عليها وقال لها ايه ده، انت بتعملي ايه؟ دي شوكة صغيرة جدا جدا كانت داخلة في رجلي، ده انا ما كنتش شايفها بعينيا، ماسكاها وعاملاها ابرة وعمالة تخيطي بيها. ردت وقالت لا، ده هي دي الابرة. قال لها لا مش ابرة، دي شوكة صغيرة جدا جدا. وبعدين جات امها كانت اكبر واضخم منهم كلهم واطول. جات وقالت لها ايه ده، انت بتخيطي بايه؟ دي شعرايه صغيره جدا جدا كانت في حواجبي ووقعت مني، انت واخداها بتخيطي بيها؟ بعد شويه دخل ابوها قال لها ايه ده، انت بتعملي ايه؟ قالت له انا بخيط الهدوم بتاعه جوزي العملاق. قال لها عملاق ايه وخيطه ايه؟ اللي انت ماسكاها في ايديك دي ترابايه صغيره كانت دخلت في عيني وانا طلعتها، تاخديها وعاملاها ابره؟ لو انت عايز تعرف بقيه القصه وعايز تعرف ازاي جحا راح الى بلاد العمالقه ويا ترى جحا حصل معاه ايه، تابع معانا الفيديو. جحا في بلاد الجن العملاق من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا، على عهده كان في سلطان اسمه تيمور لنك. في يوم من الأيام السلطان كان قاعد في القاعة الملكية في القصر. دخل عليه شهاب كبير الحجاب وقال له شخبندر التجار يستأذن بالدخول. السلطان قال أدخله في الحال. دخل الشيخ فتح الله شخبندر التجار وهو محمل بكثير من الصناديق فيها التحف والنوادر والذهب والجواهر والحرير والكشمير والعطور والبخور والتمور والأحجار الكريمة والعاج والأخشاب والأبانوس. استغرب جدا جدا السلطان تيمور لنك وقال له انت جايب الحاجات الحلوة دي منين؟ رد عليه شيخ التجار وقال له جايبها يا مولانا السلطان من بلاد بعيدة جدا جدا، بلاد اسمها بلاد السندستان، وحاكمها يبقى الملك ساسان، وعنده بنت جميلة جدا جدا ما شافتش زيها عين، أجمل بنت في الدنيا دي كلها. السلطان بدأ يسأل التجار قعدوا يوصفوا له قد ايه هم مبهورين بجمالها وبأدبها وبأخلاقها وبعلمها وبذكائها. السلطان قال خلاص، مدام هي أميرة وفيها كل المواصفات دي أجوزها ابن من أبنائي. السلطان قال للوزير صياح يا وزير، بلغ صاحب الديوان يبعت إلى ديوان الرسائل علشان يكتب رسالة هامة إلى ملك السندستان الملك ساسان. فعلا جاء صاحب ديوان البريد وبدأ يكتب رسالة
من السلطان تيمور لنك إلى الملك ساسان أمير السندستان. السلطان بيبلغه إنه عايز يخطب بنته لابن من أبنائه، ويطلب من الملك ساسان أمير السندستان تحديد موعد والرد بالقبول أو الرفض. فعلا بتتكتب الرسالة والسلطان بيقول أنا عايز واحد عداء يعرف يجري بسرعة. جابوله واحد عداء سريع الجري. السلطان خد الرسالة وختمها بالشمع علشان ما تتفتحش، وأعطاها للرجل العداء وقال له خد الرسالة دي ودلوقتي تطلع جري، تاخدها جري وما تقفش إلا عند الملك ساسان أمير السندستان، وتسلمه الرسالة وتستنى لما تاخد الرد وتجيبهولي أنا وتسلمهولي يدا بيد. رد العداء وقال أوامر مولانا السلطان. العداء كان سريع جدا جدا وكان متعود بيجري مسافات طويلة. فعلا العداء أخد الرسالة وطلع يجري بيها. الوزير سأل السلطان وقال له ليه يا مولانا السلطان ما بعتش واحد بالحصان أو حتى ما بعتش بالحمام الزاجل؟ رد عليه السلطان وقال لأن يا وزير أنا عايز الموضوع ده يفضل سر، لأن الممالك اللي حوالينا لو سمعوا عن بنت ملك السندستان بسرعة هيجروا هم كمان وينافسونا ويخطبوها، لكن أنا هبعت الراجل العداء محدش هيشك فيه، لكن لما ابعت كوكبة من الفرسان العيون والبصاصين والجواسيس هيبدأوا يدوروا ويعرفوا الأخبار. رد عليه الوزير وقال له أصبت الرأي يا مولاي. العداء فضل يجري ويعدي تلال وبحور ويعدي شلالات وصحاري، فبدأ يجري يجري يجري. العداء كان بيقف بس علشان ياخد نفسه وبعدين يكمل جري. فضل العداء يجري بأسرع وقت ويعدي الليل والنهار، فضل يجري وسط الجبال والوديان والسهول والصحاري، فضل يجري وسط التلال والغابات، فضل يجري يجري مش بيوقف خالص لغاية الشمس ما تعبته. قال أنام شوية واصحى أكمل جري. نام العداء وبعدين صحي من النوم بيبص ملقاش الرسالة. قعد يدور عليها يمين وشمال مش لاقيها خالص. فضل يلف عليها برضه مش لاقيها. فضل يدور ويقول يمكن الهوا طيرها، يمكن وقعت في الرملة، لكن مفيش فايدة. رجع تاني الراجل العداء إلى قصر السلطان وهو عمال يبكي. الوزير صياح شافه قال له في ايه؟ مالك يا حامل الرسالة؟ رد وقال أنا الرسالة وقعت مني وضاعت. رد عليه وقال له ده أنت يومك مش فايت. دخل حامل الرسالة إلى السلطان تيمور لنك. قام السلطان وغضب غضب شديد وقال له أنا مش أمرتك توصل الليل بالنهار وما ترتاحش وما تنامش إلا لما توصل إلى مدينة السندستان؟ رد وقال له حاولت يا مولانا السلطان، كنت أواصل الليل بالنهار لكن الشمس تعبتني فلقيت نفسي نمت. السلطان قال خدوه على السجن. وبعدين السلطان قال له يا وزير انت شكلك كده يا وزير بتقول كلام موزون. بص يا وزير ايه رأيك تيجي نبعت فارس، بس هنجيب فارس ملثم ومحدش يعرف عنه حاجة وكأنه طالع كده في رحلة صيد. قال له تمام يا مولانا السلطان. جابوا أشجع واحد من الفرسان واداله رسالة تانية مكتوب فيها إلى الملك ساسان بيطلب منه موعد علشان يجي ويخطب بنته. الفارس أخذ الرسالة وفضل يجري 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 بالحصان، يجري ويعدي الوديان والتلال والجبال. وهو بيجري بالحصان الحصان رجليه خبطت في صخرة كبيرة، وقع الحصان على الأرض ورجله اتكسرت. الفارس قال يا للكربة يا للكربة، أنا أعمل إيه دلوقتي؟ مفيش حل غير إن أنا أرجع تاني بالرسالة. وفعلا الفارس رجع بعد عدة أيام بالرسالة. غضب الوزير غضب شديد من الفارس
وقال له انت ازاي ما توصلش الرسالة؟ رد وقال انا هكمل ازاي من غير حصان؟ انا مش زي العداء بعرف اجري مسافات طويلة، مش متعود عليها، لكن انا متعود على الكر والفر وركوب الخيول. رد عليه الوزير وقال له تعالى دخله للسلطان. غضب السلطان جدا جدا وأمر بوضع الفارس في السجن. الوزير صياح قال له أنا شايف يا مولانا السلطان إن أفضل حل نروح في موكب. رد الملك وقال لا يا وزير، أنا مش عايز أروح بموكب، فالناس كلها تعرف إن أنا رايح أخطب بنت ملك السندستان، وبعدين تطلع الموضوع مرفوض ويبقى أنا شكلي وحش أنا وابني. لا، الأفضل أبعت الرسالة الأول، ولو جالي الرد بالموافقة أروح في الموكب، وما ينفعش أبعت مجموعة من الفرسان لسرية المهمة. أنا أفضل حل إن أنا أبعت الحمام الزاجل. فعلا جاب حمامة من الحمام الزاجل وكتب رسالة إلى أمير السندستان وحطها في الحمامة وطير الحمامة. فضلت الحمامة تطير تطير تطير، تمشي وتعدي بلاد ووديان وسهول وصحاري وغابات. وهي ماشية بينزل صقر من الصقور وبيصطاد الحمامة وبياكلها، وبتقع الرسالة في مكان بلد من البلاد. واحد بيلاقي الرسالة وبيفتحها، بيبص لقاها مكتوبة من السلطان تيمور لنك إلى أمير السندستان. الراجل بيقول أنا أفضل حل أروح للسلطان تيمور لنك واديله الرسالة، وساعتها هو هيديني عطاء جزيل. فعلا أخذ الرسالة وفضل يمشي يمشي لغاية ما وصل إلى بلاد المغول، وسأل على قصر السلطان وقال أنا رسول ومعايا رسالة. أول ما سمعوا إن معاه رسالة فكروا إن ده بعته الملك ساسان ملك أمير السندستان. دخلوه في الحال. السلطان قال له أنت معاك رسالة، وريني الرسالة. بص السلطان في الرسالة اتغاظ جدا جدا، لقاها من الحمام الزاجل. بص كده وقال له انت جبت منين الرسالة دي؟ رد وقال يا مولانا السلطان، كان في حمامة طايرة فوق بلادنا، نزل صقر من الصقور واصطاد الحمامة وأكلها، والرسالة دي وقعت من رجلين الحمامة، وأنا لما فتحتها عرفت إن الرسالة تخصك، فجيت علشان أعطيك الرسالة وتديني الكثير من الأموال. رد السلطان بغضب وقال خدوه على السجن في الحال. السلطان تيمور لنك استدعى الوزير صياح وقال له دبرني يا وزير، بعت عداء رفيع بيجري جري وبرضه ما نفعش، وبعت فارس من الفرسان بالحصان يوصل الرسالة وبرضه ما نفعش، وبعت حمامة فضية مدربة وذكية وبرضه ما عرفتش توصل الرسالة. قل لي أعمل إيه يا وزير؟ رد الوزير وقال أنا رأيي يا مولانا السلطان نبعت مجموعة من الفرسان. رد السلطان وقال لا لا يا وزير، سرية المهمة، أنا رأيي إن أنا أجيب جحا وابعته، إيه رأيك؟ رد عليه الوزير وقال وهو جحا يا مولانا السلطان هيعرف يوصل الرسالة؟ رد السلطان وقال جحا ماكر، جحا إن شاء الله يعرف يوصل الرسالة، جحا راجل ذكي وبيعرف يخرج من أي مأزق. السلطان قال للعبد فيروز روح وناديلي جحا في الحال. حضر جحا إلى قصر السلطان وحي السلطان. السلطان قال له أنا دلوقتي عايز أبعتك في مهمة سرية، هتروح إلى الملك ساسان أمير بلاد السندستان، وهتروح وتديله الرسالة، وبعد ما تاخد الرسالة وتوديها تقف تستنى الرد وتجيبهولي. رد عليه جحا وقال له ما أكثر الرجال عندك في مملكتك يا مولانا السلطان؟ رد السلطان وقال للأسف يا جحا، أنا حاولت كتير أبعت الرسالة، لكن كل اللي راح علشان يوصل الرسالة فشل، ودلوقتي يا جحا أنت لازم تروح وتوصل الرسالة بنفسك وبأسرع وقت ممكن، لأن الخبر احتمال يكون انتشر. رد جحا وقال له ازاي يا مولانا السلطان؟ رد وقال في واحد من البلاد
لقى رسالة وقعت من رجلين الحمام الزاجل، وأنا قمت بحبسه، خايف أديله أموال يطلع ويبلغ كل الناس، والناس تسأله جبت الفلوس منين، يقول لهم من السلطان تيمور لنك، ويحكي لهم على موضوع الرسالة. فعلشان سرية الرسالة أنا حبسته. تروح بسرعة وترجع لي يا جحا، أكيد الراجل ده ممكن يكون حكى لحد من القرية بتاعته. أنا مش عايز الكلام يتنطور ويوصل لأبناء الملوك فيصارعوا ويخطبوا بنت ملك السندستان. رد جحا وقال: أوامر مولانا السلطان تطاع في الحال. أخد جحا الرسالة وأخد حماره وفضل ماشي ماشي ماشي. فضل ماشي، قطع وديان وسهول وأنهار وبحار. فضل جحا ماشي ماشي على ساحل البحر، يمشي جوه الغابات، يمشي. فضل ماشي لغاية ما دخل جوه الصحراء. قرر جحا انه يقعد ويرتاح شوية ويتناول طعام الغداء. قعد جحا وحط الاكل، وقاعد وهو بياكل في وسط الصحراء، وحواليه الرمال في كل مكان على مدد بصره. وهو قاعد بياكل بيبص لقى قطة جاية وعمالة تنونو. استغرب جحا جدا جدا وقال: ايه ده؟ قطة في الصحراء؟ ازاي جات جوه الصحراء دي؟ ايه اللي دخلها؟ ده بينا وبين العمار 5 ايام، ازاي القطة وصلت لهذا المكان؟ فضلت القطة تنونو على جحا. جحا قال: يا عيني المسكينة زمانها عطشانة وجعانة. جحا جاب مية واداها للقطة. القطة قعدت تشرب، وبعد ما شربت قعدت تنونو لجحا. جحا قال: يا عيني شكلها جعانة. جحا حط لها أكل. القطة أكلت الأكل كله وخلصته وقعدت تنونو تاني. حط لها أكل تاني، كلت الأكل وقعدت تنونو تاني. جحا كل ما يحط لها أكل القطة تاكل الأكل كله وترجع تنونو. جحا اتغاظ وقال: ايه القطة اللي ما بتشبعش دي؟ ده المفروض لو جمل كان زمانه شبع. لا، ده انت كده هتخلصيه للمية وهتخلصيه للزاد والأكل اللي معايا. خلاص احمدي ربنا على كده. والمفروض كمان، انا مش عارف ايه اللي جابك هنا، المفروض ما تبقيش في هذا المكان، ولو كنت دخلتي هذا المكان ووصلتي هنا المفروض تكوني ميتة. قام جحا وركب حماره وفضل ماشي. القطة قعدت تنونو وراه، ماشية وراه عمالة تنونو. جحا قال لها: بقولك ايه، انا مش ناقص زن وصداع، انا اكلتك وشربتك، عايزة مني ايه تاني؟ فضلت القطة تنونو على جحا. جحا قال لها: طيب انا هشيلك واركبك معايا على الحمار واوصلك الى اي مكان فيه اكل وميه. جحا اخد القطه وركبها قدامه على الحمار وفضل ماشي بالحمار. القطه قعدت تنونو وقعدت تخربش في جحا. جحا اتغاظ جدا جدا لما لقى القطه بتخربشه. مسك القطه ورماها بسرعه من على الحمار. القطة بيبص لقى القطة اتحولت لدخان، والدخان ظهر فيه واحد بني آدم. قال له: ايه ده؟ انت ازاي تضربني؟ انت مش عارف انا مين ولا انا ابن مين؟ رد وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ رد وقال: انا ابن ملك الجان. وانت ازاي تتجرأ وترميني كده؟ رد جحا وقال له: انا اكرمتك واديتك ميه واديتك اكل. رد وقال: هو انت مفكرني كنت جعان ولا عطشان؟ لا، انا كده بحب اعاكس البني ادمين. انا جاي هنا علشان اعكسك وهوريك بقى جزاء ما انت رمتني انا هعمل فيك ايه. فجأة اتحول الراجل الانسان الى دخان مرة تانية، وبعدين اصبح تعبان. الحمار اول ما شاف التعبان اخد جحا اللي راكب فوق ظهره وطلع يجري. التعبان يجري ورا الحمار، الحمار يجري والتعبان يجري وراه. الحمار مش عارف هو رايح فين، فضل يجري يجري يجري، والتعبان يقول لجحا: انت ظلمتني ورمتني علشان انت كنت شفت نفسك اكبر مني. انا بقى هوريك الناس اللي اكبر منك في الطول وفي الحجم ممكن يعملوا معاك ايه. انا هوريك.
فضل الحمار يجري يجري لغاية ما لقى مكان ضيق بين جبلين. دخل بسرعة وطلع يجري 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 لغاية ما وصل إلى مدينة كبيرة. لاحظ جحا إن كل حاجة في المدينة دي كبيرة وعملاقة. بيبص جحا شاف نملة، بس مش نملة صغيرة جدا زي النمل بتاعنا، نملة كانت بحجم الحمار. استغرب جحا جدا جدا وقال يا سبحان الله، كل دي نملة؟ أمال الحيوانات الكبيرة عاملة ازاي؟ والبني آدمين اللي ساكنين هنا عاملين ازاي؟ بيبص جحا شاف واحد طويل جدا جدا، واحد عملاق. ماشي العملاق وماسك في ايده اليمين نخلة طويلة، لكن ماشي بيسند عليها كأنها عصاية، عاملها عصاية وماشي بيتسند عليها. استغرب جحا جدا جدا وقال يا سبحان الله، ما أطول هذا العملاق، عملاق طويل جدا جدا وماسك نخلة عاملها عصاية وبيتسند عليها، يا سبحان الله. استخبى جحا خايف من العملاق وهو ماشي كده بالعصاية لقى واحد تاني جاي وراه، أطول منه بكتير وأعظم منه بكتير. راح وقال له إيه يا ابني، هو أنت لازم تاخد الإبرة بتاعت أمك وتعملها عصاية؟ بصله كده وقال له إيه ده، هو دي الإبرة بتاعت أمي؟ قال له أيوة، أمك بتدور على الإبرة علشان تخيط العباية بتاعت أبوك، هات الإبرة دي ومعدتش تلعب بيها تاني وتعملها عصاية. جحا استغرب وقال ايه ده، العملاق التاني اطول منه وواحد عامل النخلة الطويلة دي عاملها عصاية، والتاني يقول له لأ دي إبرة الخياطة. فعلا التاني أخد النخلة وراح لأمه وقال لها اتفضلي يا أمي، ادي الإبرة بتاعت الخياطة. قعدت الست ومسكت طوب قماش طويل جدا جدا، جحا مش شايف اخره، مسكت النخلة الطويلة وعملتها وكأنها إبرة وقعدت تخيط بيها هدوم العملاق الكبير قال لها انت عايزة مني حاجة يا أمي؟ قالت له شكرا يا ابني. قال لها يا أمي، ما شفتيش الجبل اللي أنا كنت بلعب فيه راح فين؟ ردت وقالت له ايوه، كان في جبل انت كنت بتلعب بيه دلوقتي، بس انا مش عارف، طب روح كده شوف لحسن يكون اخوك كله ولا حاجه. طلع يجري وراح يسأل اخوه وقال له ما شفتش الجبل اللي انا كنت بلعب بيه؟ رد وقال له ايوه، انا اخدت الجبل وقعدت العب بيه. قال له اوعى تكون كلت الجبل ده؟ رد وقال لا لا لا، انا هاكل الجبل ده برضه؟ لا، انا ما باكلش الجبال. وبعدين الست وهي قاعدة بتخيط بتبص لقيت جوزها جاي وشايل على ايد واحدة 10 جمال، حاططهم على ايده وقال لها بص كده، انت ما اكلتيش الكتاكيت دي ليه؟ ردت وقالت له انا كنت بدور على الابرة وابنك كان واخدها، ودلوقتي انا لسه لاقيه الابرة، لما خيط لك العباية بتاعتك هبقى اكل الكتاكيت. استغرب جحا جدا جدا وقال ايه ده، الجمل الكبير ده بيقولوا عليه كتكوت؟ ده الراجل ابوهم ده اكبر بكتير جدا جدا من الاتنين العمالقة اللي انا شفتهم. ازاي الكلام ده؟ ده عملاق جدا، وبعدين على كف ايده في 10 جمال قاعدين وباركين. ازاي ده يحصل؟ يا سبحان الله. جوز الست العملاقة مشى، وبعدين بتبص كده لقت اخوها جالها وقال لها انت بتعملي ايه؟ ردت وقالت انا بخيط هدوم جوزي. بصلها كده وقال لها ايه ده، انت بتخيطي بايه؟ قالت له بالابره. قال لها ابره؟ هي دي ابره دي؟ لا دي مش ابره، دي الشوكه اللي كانت داخله في رجلي وانا ماشي وانا طلعتها، ده انا حتى ما كنتش عارف اطلعها، طلعتها بالعافيه لانها صغيره جدا جدا جدا. انت بتخيطي هدوم بالشوكه اللي دخلت في رجلي؟ العملاق اخوها كان اكبر بكتير جدا جدا منها ومن جوزها. استغرب جحا وقال يا سبحان الله، انا كل ما اقول على واحد كبير وعملاق يطلع واحد تاني اضخم منه واكبر منه، ازاي كده؟ وبعدين اخد بعضه ومشى. امها دخلت عليها وقالت لها بتعملي ايه يا بنتي؟ قالت لها انا قاعده بخيط هدوم العملاق. قالت لها بتخيطي
بتخيطي بايه؟ قالت لها اسكتي، ده انا اخويا بيقول على الابره، بيقول عليها ان دي شوكه صغيره مش ابره كبيره. ردت وقالت ايه ده؟ دي مش شوكه. ايه ده؟ ده حته من رمش من حواجبي. ايه اللي جابه هنا؟ ده انا وانا بسرح حواجبي في شعرايه صغيره جدا 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 نزلت على الارض. مش هي دي؟ اعتقد ان هي دي الشعرايه. انت يا بنتي بتخيطي هدوم جوزك بالشعرايه اللي وقعت من حواجبي؟ وهم قاعدين بيدخل ابوها كان اكبر بكتير جدا جدا من كل العمالقه اللي جحا شافهم. دخل على بنته وقال لها بتعملي ايه يا بنتي؟ ردت وقالت بخيط هدوم جوزي. بص لها وقال ايه ده؟ انت بتخيطي بايه؟ هي دي ابره دي؟ ردت وقالت ايوه ابره. ما انت هتعمل زي اخويا وتقول لي شوكه صغيره، ولا هتعمل زي امي وتقول لي دي شعرايه صغيرة جدا جدا من حواجبي؟ رد وقال لا يا بنتي، دي التراباية اللي دخلت في عيني امبارح. الهوا طير كده شوية تراب، تراباية واحدة منهم جت في عيني، انا طلعتها، هي دي التراباية، انا فاكر. كل ده وجحا مستخبي وعمال يتفرج وعمال يقول يا سبحان الله، انا خايف العمالقه دول يشوفوني وياكلوني. يشوفوني ازاي؟ ده انا اصغر منهم بكتير جدا جدا. فجأة وهم قاعدين الباب بيخبط، بيروحوا يفتحوا بيلاقوا العمدة بتاعة القرية، عمدة مدينة العمالقة. كان ضخم جدا جدا، أطول وأضخم من كل موجودين. بص لهم وقال دلوقتي السلطان عايزكم علشان يطير رقبتكم وهيولع في البيت بتاعكم. رد الراجل صاحب الدار وقال له ليه؟ هو احنا عملنا ايه؟ رد وقال الملك ملك بلاد العماليق عنده واحدة شمامة بتشم من على بعد 100 كيلو، وهي بتشم كده شمت ريحة بني أدمين. فضلت تشمشم الشمامة لغاية ما عرفت إن البني أدمين موجودين في دارك. أنت إزاي تدخل بني أدمين في دارك؟ رد وقال أبدا، أنا ما عنديش بني أدمين. رد وقال الكلام ده تقولوه لكبير العمالقة، يلا دلوقتي. رد وقال صاحب الدار الملك زمانه غضبان جدا جدا، وأول ما يشوفنا هيؤمر بقتلنا، اتشفع لنا عند الملك. رد وقال خلاص أنا هتشفع لكم، بس ممكن أنا أمشي من هنا؟ جنود ملك بلاد العماليق يجي ويطير رقبتكم من هنا. أحسن حل إن انتوا تستخبوا. نستخبى فين؟ قال استخبوا في بقي، انا هفتح بقي دلوقتي واحطكم كلكم كده جوه بقي، خشوا جوه دروسي واستخبوا ورا الدروس. فعلا عمدة العماليق الضخم جدا جدا فتح بقه، والعملاق هو ومراته وعياله وابوه وامه وابوها وامها، كل العمالقه دول دخلوا جوه بقه واستخبوا ورا الضروس ورا السنان بتاعته. راح العملاق الضخم الكبير عمدة بلاد العماليق إلى ملك العماليق اللي كان أكبر بكتير جدا جدا، وفضل يتشفع له ويقول إن الراجل ده ما كانش يعرف إن في بني آدمين، ولحد دلوقتي هو ما يعرفش. السلطان ملك بلاد العماليق أمر الشمامة تروح وتشم وتجيب الراجل الإنسي اللي دخل عندهم. فضلت الشمامة تشمشم لغاية ما وصلت إلى مكان جحا وحماره، وقالت هو ده المكان. تم القبض على جحا. جحا مسكوه وقالوا ودوه إلى ملك بلاد العماليق. الملك بص لجحا وفضل يوطي كده ويبص لجحا ويقول له ايه يا راجل انت ايه اللي جابك البلد بتاعتنا؟ جحا بدأ يحكي القصة بتاعته وقال إن في جني هو اللي جه يعكسه في الصحراء وبعدين طلع يجري وراه. السلطان استدعى واحد اسمه ردميس، قال لهم ندولي على ردميس، هو على طول اللي بيعاكس البني آدمين. فعلا دخل جني إلى بلاد العماليق. العملاق الكبير بص له وقال له احنا من امتى واحنا بنعاكس البني آدمين؟ انت ما تعرفش الطقوس بتاعتنا والقوانين؟ رد وقال انا عارف القوانين،
بس أنا كنت زهقان في الصحراء وما لقيتش غير الإنس ده، عملت له قطة وقعدت عكسه. ملك بلاد العماليق قال له طيب والإنس ده جه هنا إزاي؟ رد وقال أنا عملت تعبان وقعدت أخوفه وأخوف حماره، فضلوا يجروا يجروا لغاية ما دخلتهم هنا علشان يشوفوا العمالقة وبعدين يخاف ويعرف إزاي إن هو يرميني من فوق الحمار. قلت لازم أخوفه وارعبه. ملك بلاد العمالقة قال لردميس الجني انت غلطان، لان انت عكست البني ادم ده وجيت ناحيته من غير هو ما يأذيك ولا يجي ناحيتك او يسلط حد عليك او يستدعيك. وكمان انت غلطان لما دخلته هنا الى وادي العماليق. كبير العماليق قال له يا جحا قل لي دلوقتي طلب من طلباتك، انا مستعد ارجعك بلدك. رد جحا وقال لا لا لا، انا عايز اعرف الاول انت انسي ولا جني ولا انت ايه بالظبط؟ رد عليه كبير العماليق وقال له انت ما تسألش عن اي حاجة خالص، وبعدين اللي انت شفته هنا اياك تقوله لحد. رد وقال طب دلوقتي السلطان لما يسألني اتأخرت ليه؟ رد وقال خلاص مسموح لك بس تقول للسلطان، لكن ما تقعدش تحكي للعوام. رد وقال تمام. أنا دلوقتي عايز أروح إلى الملك ساسان أمير السندستان. فعلا جحا راح ووصل لهناك، لقى الزينة في جميع أنحاء المدينة، ولقى الطعام في كل مكان، ولقى الجنود بتوزع الحلوى وبتوزع الملابس الجديدة. كان الملك ساسان ملك السندستان أمر كل أهل المدينة كلهم يلبسوا جديد في جديد بمناسبة الاحتفال بفرح بنته على أمير بلاد الأندلس ابن الملك صفي الدين. أكل جحا وشرب وشبع ومرضاش يوصل الرسالة. رجع جحا مرة تانية بالرسالة إلى قصر السلطان. السلطان استقبله وقال له أنا مستنيك يا جحا هنا على أحر من الجمر، هل استطعت توصل الرسالة؟ رد وقال أيوة يا مولانا السلطان، أنا وصلت الرسالة. رد وقال وهل في عقبات واجهتك في الطريق؟ رد وقال أيوة، أنت عارف في جني اسمه ردميس، هو ده اللي كان بيعطل وصول الرسائل وجه علشان يعكسني ودخلني في وادي العماليق، لكن الحمد لله ربنا نجاني ووصلت أخيرا إلى بلاد السندستان. لكن لقيت فرح بنت الملك ساسان على ابن الملك صفي الدين ملك بلاد الأندلس، فمرضتش يا مولانا السلطان إني أوصل الرسالة. رد السلطان تيمور لانكو قال له أحسنت يا جحا، وأمر لجحا بسرة فيها 10,000 دينار. وعاش جحا بعدها حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكايات زمان. السلام عليكم.